ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني اوي اوي اوي. طبعا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب، وربنا يبارك فيكم وفي صحتكم وفي اولادكم، ويا رب تكون ايام خير وبركة كده عليكم وعلى الكل يا رب، اللهم امين. وربنا يرحم جميع امواتنا واموات المسلمين. طبعا انتوا وحشتوني وبحبكم، وشكرا طبعا ان انتوا في ظهري وسندي، وشكرا على كلامكم الحلو. تعالوا بقى نروح نشوف ماما بتعمل ايه. ماما كده كنا قاعدين، طبعا ده قبل رمضان بيوم. كانت بتعمل لنا كده فطير مشلتت. طبعا هو ما فيهوش اي حاجه وسهل جدا جدا، يعني زي ما انتوا شفتوا كده، دقيق وملح وميه وشويه زيت صغيرين كده. طبعا هي عجنت العجينه، كانوا تقريبا اقل من كيلو كمان. وسابتها كده ترتاح 10 دقايق علشان تبقى سهله في الفرد، عشان تبقى سهله يعني. لو انت عملتيها على طول كده بتمط معاكي. طبعا دي زبدة الأولانية دي، ودي سمنة، فهنسيحهم كده على بعض عادي. زبدة موجودة سمنة موجودة، يعني مش لازم الاتنين. ماما كده بتسيحهم الاتنين على بعض علشان نعرف نفرد بيهم العجين. ماما هتعمل ايه؟ فطير مشلتت. فهنشوف دلوقتي هتعمل ايه بعد ما تسيح السمنة والزبدة. بصوا كان يعني تسلم ايدك يا ماما، كان خطير. هي دلوقتي حاطة عدة الشغل حواليها وكانت بتستغل ان فهد نايم وفرشة بقى ومستربعة. طبعا كان قدامها الصينية دي حاطة عليها زيت كده، وشوفوا العجينة لما ارتاحت بقت طرية خالص ازاي. طبعا بتعجنوا فيها كتير علشان تبقى حلوة كده، لازم تعجنوا فيها لما تبقى ناعمة خالص. هي عجينتها سهلة، وبصوا اي حد يعملها يعني، دقيق ومية بس وملح. طبعا هي هتعمل فطير حادق وفطير بسكر وجوز الهند وسمسم، زي ما انتوا حابين يعني، حتى حابين تحشوها مهلبية، اي حاجة انتوا عاوزينها. طبعا بتعمل كور صغيرة كده. طبعا كل فطيرة عملتها تقريبا اخدت 4 فطيرات من دي، 4 تقريصات من دي، وواحدة كبيرة تقريبا يعني. بصوا بقى كان مورق ويعني كان حلو قوي، هتشوفوه في الاخر عامل ازاي. طبعا هي تقعد تعمل كده بقى لما تخلص الكمية اللي معاها، وبعدين تدهنها زيت، وكمان سيبناها كمان ترتاح شوية عشان بصوا عشان تبقى سهلة كده في الفرد. هي انا قلت لها اعمل معاكي، بس قالت لي لا مش محتاجة يعني، هي عاملة الفطير صغير مش كبير. بصوا بتفرد كده، بتحط شوية سمنة على زبدة من اللي هي مسيحاهم، وبتفرد بيهم. بصوا بقى بتطبق كده على بعض، التطبيقة دي بقى هي اللي بتخليه يورق. يعني عارفين بقى لما تبططيها كده، حتى والله يعني احنا عملنا 2 كده على النار. ماما عملتها كده، طبقتها على بعض وعملناها كده في الطاسة على النار، كانت جميلة اوي ما شاء الله. كانت مورقة واحدة بس، وكانت مورقة عشان احنا طبقناهم على بعض كده، وطبعا بينهم زبدة وسمنة، فطبيعي يعني يكون في طبقات. فهي بقى هتقعد تعمل كده واحدة واحدة، وبعدين بتحط واحدة جوه التانية، فاهمين؟ عشان تكون ايه طبقات. فاهمين ايه طبعا، يعني انتوا اللي تعلموني كمان. ما شاء الله عليكم يعني. بس تسلم ايدك يا ماما والله، يعني ماما بصوا مش مخليانا يعني اي حاجة نفسنا فيها يعني بتعملها لنا يعني. بصوا شفتوا بقى عملت ايه؟ حطت واحدة جوه واحدة كده، ده بقى اللي بيخليه يعمل طبقات. فهي ماما كده لما يكون نفسها في حاجة بتعملها، حتى لو ايه، لو نص الليل يعني، مش لازم تخرج تشتريها كده. والله والله انا بقيت اخاف اكل اي حاجة من بره يعني، من زمان قوي قوي يعني، من حالة اول ما الحاجة غليت كده، وبقى كله بيشكك بقى في اللحوم والفراخ وكده. فالواحد يعني من زمان قوي ما اكلتش اي حاجة من بره لحوم او كده، مش عارفة اكلها كده، خايفة يعني. طبعا دي بقى ماما بتعملها، شوفوا يعني، شوفوا الكورة كبرت ازاي. ماما بقى بتحط واحدة في واحدة، والحطة دي بقى ايه، السكر وجوز الهند والسمسم. ممكن تحطوا سكر بس لو ما عندكوش سمسم وجوز الهند.
فهي تقريبا كده عملت 4 طبقات، وكل بقى كل تقريصة برضو مطبقاها، يعني هتبقى بقى ايه مورقة كده. بصوا تقريبا دي اخر واحدة. حتى التقطيع ده عادي، شوفوا كله هيتساوي في الاخر، اهم حاجة الطعم. كده عملت واحدة بسكر واحدة مسكرة، ودي بقى ايه عملت كده شوية، حطت شوية زبدة سايحين مع الجبنة كده، دي هتكون حادقة بقى. هي عملت 3، الكمية اللي احنا عملناها دي عملت 3 فطاير، واحدة سادة وواحدة بجبنة وواحدة بسكر، واحدة مسكرة يعني كانت بجوزة الهند بس انا بصراحة بحب الحادقة اكتر من المسكرة. بصوا كل ما العجينة تقعد كل ما تكبر ازاي، يعني كل ما تكون مرتاحة معاكي في الفرد. هتكرر برضو نفس العملية، احنا كده عملنا فطيرة. بصوا يعني مفيش اسهل من كده والله، يعني ما اخدتش من ماما كل الكلام ده، ما اخدش معاها يعني نص ساعة، ما شاء الله عليها، يعني سريعة جدا في الاكل. هي مشهورة بكده، يعني تدخل المطبخ تخلص الاكل ممكن في نص ساعة. دي كده حطينا واحدة اهو، برضه حطينا سمنة في الصينية وبنفردها بعد ما ماما عملتها كده. بصوا حتى كل التقطيع راح. دي بقى اللي هي مسكرة، حطينا برضه عليها كده من فوق سمسم وسكر. بصوا حلوة ازاي، كانت لسه بتتعمل. دخلها تاني يا ماما لسه شوية. وكان في واحدة كمان تالتة. بصوا بقى الجمال والحلاوة. بصوا كنا هنا بقى بناكلهم، دي واحدة بجبنة واللي تحتيها دي سادة والأولانية دي بسكر، كانت خطيرة خطيرة خطيرة. طبعا تسلم ايدك يا ماما. بصوا ماما هتوريكم بقى التوريقة كده والطبقات حلوة اوي وخفيفة، والله يا ريت انتوا جنبي عشان ادوقكم. ما تنسوش اللايك بقى عشان انتوا بتحبوني وانا بحبكم، حطوا لايك وقولوا لي كلام حلو كتير، وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. يا ريت بقى تشوفوا الفيديو للاخر، ما تتخطوش الاعلانات ودايما كده واقفين جنبي. وطبعا في اخر الفيديو طبعا انا كنت زعلانه لان حاجه حصلت زعلتني، ويلا نشوف مع بعض ايه اللي حصل، واكتبوا لي تعليقاتكم الحلوه. باي. اقعد لك شهر بقى هناك. السكة يلا يلا. تعايش رايح، تعايش رايح، تعايش رايح. انت انا لابسه الطرحه من زمان. يلا يلا يلا. ماما ماما اقعدي معانا. ماما بصراحه فعلا تعبان جاي. مين اللي هيعمل الاكل؟ انت مش خبر سابك. انا بس بيوم خلاش تمشي يا فهد. انتوا ما قعدتوش معانا ليه؟ يلا يا بنتي عايزه امشي. قلنا نسلم عليك. لا انا سلمت. يلا اقفل بقى ما انتش ماشي. يلا 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 بابا. يلا ها خد ابنك يا امل خلصين. تعالى بمشي معاها. مش راضي. تعالى انت اللي بقيت. وشك شيليها يا ماما. مشيها. خلاص خلاص. يلا يلا خلاص يا لول. يلا بقى خلاص. باي باي. يلا يا بنتي. باي بحس ان انا رايحه عمره. بنت عايز تيجي معاك. باي يا فهد بقى. خدوا يلا يا سلمى. يلا يا فهد. مش هيسمع. هتروح معاه وتجيب الطلب. باي يا ماما. باي يا ماما. حاضر. سلمى نازله لك اهي.
هيعيط لو شاف ماما بعد. سلمى جاتلك يا ماما، خدها وما ترجعهاش تاني. قولي دعاء السفر، قولي توكلت على الله في ذمة الله. هاي ماما مشت، امي مسافرة وهعمل حفلة بس. اللي مسكت فيها جواها. طبعا. فين الرابعة يا ايمن؟ دول مامتهم نايمة على البيض اهي. بصوا اهي طلعت طلعت واحدة يا ام. والله والله وريني كده طلعت واحدة ثانية. ان شاء الله. ما بتخوف. لا برا شوي. مين؟ انت مين؟ انت مين؟ قومي ايمن افتح لها، قومي افتح لها. حاجة حلوة. ازيك؟ هصورك. ازاي تعملين ايه؟ الحمد لله. جبت ايه وانت جاي؟ زيارة. ايه اللي جابك؟ وريني جبت ايه اهم حاجة. اللي انا جايبها لك. ماشي يا جماعة امك اللي بعتها. اكيد يعني جبت برتقال. على فكرة انت كذاب عشان لا، لا. اصلا انا اللي جايباه. ماما بتقول لي انا بعتلك برتقال حلو. امك جايبه لك برتقال ماما جابت بدم. لنا زيارة قبل ما تمشي. برتقال بدم. وبطاطس. ماشي. إيه وشيبس بالكباب، شيبس بالكباب وشيبس بالفلفل. لا، إيه تاني؟ إيه انت تاني؟ فعصت حاجة حاجة تاني؟ لا يا انا. والله انا فعصت حاجة وانا مسكته اصلا. ايه تاني؟ مورو. ماشي انا بحب مورو. وايه تاني؟ اللي بيحبني يجيب لي مورو وجوافة. لا قوم اعمل عصير. لا شوكولاته. ماشي يا سلمى. بص انا هطبخ وانت قوم اعمل له عصير وطماطم. كتر خيرك يا ماما. لا قلنا وفرخة. انت جايبة الفرخة؟ هي دي الفرخة اللي ب150 جنيه. انتوا مقطعينها؟ باين هو قطعها بس محدش قال له قطعها. هو قطعها.